السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي اخواتي في الله، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله كان عندنا عزومة كبيرة لناس بنحبهم على قلبنا. يا رب يجعله في ميزان حسناتنا ويجعل يا رب كده ثوابهم، ثواب فطارهم من حظنا ان شاء الله. انا عندي هنا بقى الحمام المحشي، عندي فراخ محشية، عندي الجلاش، عندي محشي مشكل، محشي ورق عنب زي ما انت شايفة كده. وطبعا الخشاف أساسي عندي أنا على سفرتي في رمضان. هنا ده طاجن لحمة بالبصل، كان طعمه خيال يا جماعة. والحمام هنا أنا عملت حشوة الحمام بدبس الرمان، وتسوي الرز سوا كامل إلا يعني حاجات بسيطة خالص، تمام، وتلفيه بورق الفويل. عندي هنا الجلاش بتاعي، انا بحط له كوباية لبن على فلفل اسمر على شوية ملح، ما بحطش له بيض عشان ما يبقاش زفر كده وريحته مش كويسة. تمام. طبعا ومحشي ورق العنب انا بحط له دبس رمان يا جماعة، بيبقى طعمه خيال في الحشو. وتحط كده على الوش وانت رايحة تسويه ليمونية كده متقطعة طرنشات سلايس كده، بيبقى طعمها خيال. العزومة دي يا جماعة آه من أكتر العزومات اللي أنا بحبها، لأن الناس اللي أنا عازماهم أنا بحبهم جدا جدا. اللي فاتت دي لحمة محمرة، هي دي لحمة كده ملبسة بعد ما سلقناها سلقة محترمة، حمرناها في شوية زيت أو شوية سمنة بلدي، بيبقى طعمها خيال. وطبعا المخلل المشكل ده أساسي، والسلطة عندي. وكان الناس صراحة كانت طايرة بالعزومة طير، واللهم لك الحمد، اللهم اجعلنا من ايه في ميزان حسناتنا ان شاء الله. ممكن العزومة دي تبقى لأكتر من شخص يا حبايب قلبي، ممكن تعملي نظام وجبات عادي خالص. طيب الفراخ اللي أنا هي أيوة اللي قدامك دي، لا ده الحمام. أيوة ده الطاجن اللحمة، أيوة هي الفرخة دي فرخة بيضة عادي خالص، جايباها من الفرارجي حشياها رز، وحاطه له برضو دبس رمان، وحاشية رز سوا كامل إلا حاجات بسيطة. تمام. ولفاها بورق الفويل عشان تستوي سوا كامل، وتبقى من جوه ومن بره كويسة جدا. وحشية الجلد تحت الجلد كده، كانت يعني الناس اللي بتاكل قال لك ده كربط، بيحسبوا انها بطاية او ده كربط. قلت له لا، مع الف سلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.